اهلا بيكم، وحشتوني جدا. خلينا متفقين ان الكحك العيد مش مرتبط بوقت معين في السنة، لكن احنا نقدر نستمتع بيه في اي وقت في السنة. وكمان هشارك معاكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكحك. بجد انا مش قادرة اوصف لكم قد ايه هو رجعني لوقت وذكريات جميلة قوي قضيناها كلنا في رمضان. وفي وقت بالذات احنا كلنا مصر كلها كانت مشغولة بتحضيرات العيد. زي ما انتم شايفين الكحك طالع جميل ودايب معايا وشكله حلو جدا وذهبي زي ما انتم شايفين. بصوا بجد مفيش نعومة وريحة اقوى من كده. كنت فرحانة جدا وانا بعمله. خليكم معايا خطوة بخطوة ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ المكونات معايا. في البداية دي في المكونات الأولية معانا دقيق، سمسم، سكر بودر، معانا السمنة، معانا باكت بيكنج باودر، خميرة، ريحة الكحك. دي طريقة سهلة وبسيطة جدا والمكونات سهلة جدا وموجودة في كل بيت. خلينا بخطوة مهمة وناخد بالنا من حاجة. واحنا بنشتري الدقيق لازم ناخد بالنا من نسبة البروتين اللي موجودة في الدقيق. لازم واحنا بنشتري الكيس نشوف كده نسبة البروتين مهمة جدا من 9 ل 13. خلاف كده ازيد من كده يبقى الدقيق مش مناسب ان احنا نستخدمه في المعجنات. بيكنج باودر، خميرة، ريحة الكحك. احنا عايزين نص كيلو دقيق بمعدل كوبايتين زائد معلقة متوسطة الحجم مش مننا. زي ما انتم شايفين انا خدتها حطيتها في التلاجة ربع ساعة، وزي ما هي جامدة قوي ولا ناشفة ولا طرية قوي. السكر، السمسم معانا زي ما انتم شايفين بقى. هنجيب البولة او العجان اللي احنا هنستخدمه، هنحط فيه السمنة بتاعتنا ونفضيها. كل حتة موجودة في الطبق بتاعنا لازم نفضيها، لان هي بجد اقل. يعني كل ما بننقص من المكونات كل ما الوصفة بتاعتنا بتبوظ. حتى لو كانت معلقة لازم برضو ناخد بالنا من الخطوة دي. هنحطها في البولة العجان. طبعا نضيف معاها السكر، مش هنضيف اكتر من كده. السمن والسكر ونحطها في العجان ونبتدي نشغل العجان بتاعنا. هنحطها بقى نبدأ نشغل العجان بتاعنا. زي ما انتم شايفين احنا شغلناها شوية وبعدين بدأت على درجة منخفضة، وخطوة بخطوة بنبدأ نزيد الدرجات. هي بتبقى من عندي من 1 ل6. طبعا علشان السكر بتاعي ما يعملش بهدلة بنعملها بالراحة. بعد كده واحنا مشغلين العجان بتاعنا بنبتدي ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا، ودي خطوة مهمة جدا. لازم نخرج كل الهواء او الرطوبه اللي موجوده في الدقيق. ودي بنعملها ازاي؟ لما احنا ننخل الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين احنا كده بنخرج الرطوبه منه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الدنيا اتبهدلت هنلمها. نبتدي بقى نحط البيكنج باودر بتاعنا. احنا هنحط الكيس كامل على كيلو دقيق. دي برضو لازم نبقى عارفين احنا مش هنحط معلقه هو الكيس هو معلقه. يعني دلوقتي الكيس بتاعنا مش زي زمان بقى كان معلقه ونص، لا هو معلقه. هنحط باكت الخميره كله. مش هنختبرها، مش احنا طبعا نتاكد ان احنا مدة الصلاحية بتاعتها. هنحط 4 معالق سمسم، رشة الملح اللي احنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلب كل المكونات دي مع بعض. وطبعا احنا بنخرج الرطوبة منها واحنا بندخلها. وتاني خطوة واحنا بنقلب كل المكونات مع بعض، احنا حطينا الخميرة، البيكنج باودر، رشة الملح، وبنقلبهم كلهم مع بعض في اثناء ما العجان شغال على الكريمه بتاعتي اللي احنا هنستخدمها او السمنه بتاعتي. احنا طبعا بنشتغلها على البارد مش على السخن. وزي ما انتم شايفينها كده العجان شغال. خلصت زي ما انتم شايفين السمنه بتاعتي مع السكر ادت اللون الابيض ده كده. خلاص هو اللون دوت ونبتدي نلمها. وبجد هو يعني مش قادره اوصف لكم الريحه، غير كمان ان هي كده ناجحه معايا والكحكايه بتاعتي هتبقى حلوه قوي. لازم توصل للون ده. هننزل كل كميه الدقيق فيها زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي بقى ايه كل الكميه. يعني احنا نبقى ضروري كده واخدين بالنا ان احنا كميتنا كلها هنحطها. هنشيل بقى الاسباتيلا وننضفها كده من كل السمنه والسكر اللي موجوده فيها. طبعا انا حاطه معلقتين سكر كبار، لو حد بيحبه يبقى متوسط يعني مسكر شويه يحط 3 معالق. انا حاطه معلقتين عشان طبعا لو رشينا سكر على الكحكايه بتاعتي او الكحك بتاعنا عموما.
ونبتدي بقى نركبها. احنا هناخد بقى سلاح تاني خالص، ده السلاح المخصص للعجن زي ما انتم شايفين. ده شكله كل اللي عنده عجان عارف ان الاسلحة دي موجودة. في اسلحة موجودة لخفق الكريمة واسلحة للعجان نفسه او للعجين نفسه. خلينا نصحح المعنى. هو ده السلاح المظبوط اللي احنا نشتغل بيه. طبعا علشان الدقيق ما يتنطورش في كل مكان احنا شغلناه على واحد، وخطوة بخطوة لما الدقيق وال... يتلم مع السمنة بتاعتنا ونحس ان خلاص مش هيبهدل الدنيا، فبنبتدي ان احنا نزود الدرجات بتاعتنا. بنبتدي من 1 ل2 لغاية هي كلنا عارفين ان هي لغاية 6 سرعات، فاحنا بنزودها سرعة سرعة زي ما شايفين كده. انا بحاول سرعة سرعة، يعني كل ما احس انها بتتلم اكتر كل ما بحس ان كل ما الاقي ان المفروض ان احنا نزود السرعة. طبعا نبقى ماسكين العجان من فوق علشان طبعا ما يقعش مننا. بص هو برضو فيه نطرات بتروح، فانا هديت شوية لما لقيت ان الدنيا هتتبهدل شوية. وطبعا ده مش صح في اهدار المكون بتاعنا، لان هو طبعا ممكن يقلل من جودة العجينة بتاعتي. بصوا انا هديت بحيث ان هي تتلم اكتر وتتعجن كويس، وبعدين هبتدي ازود السرعة. انا لحد الان مهدية السرعة زي ما انتم شايفين كده. انا فصلت ولمتها، وبعدين ابتديت ان انا برضو اشغلها سرعة، يعني خطوة بخطوة على اول سرعة وبعدين التانية. دلوقتي انا زودتها لاقصى سرعة 6 زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله عليها بجد، يعني كده اتلمت معايا قوي. وانا عايزة اقول لكم ان هي زبدة زبدة. احنا هنضيف نص كوباية مية دي طبعا علشان خلاص العجينة خلصت، فالمفروض ان احنا بنضيف نص كوباية مية. يعني بالراحة، ما نضيفهاش كلها مرة واحدة، لان احنا العجينة عندنا او الدقيق عندنا مش كله بيبقى نوع واحد. فاحنا بنشوف العجينة بتاعتنا شكلها فبصراحة انا نسبة البروتين متظبطة، النسب بتاعتي المكونات بتاعتي كلها كويسة. فحطيت كل النص كوباية، ما حسيتش ان هي عايزة اقل من النص، لا هي كانت متظبطة. طبعا احنا لما بنكون مظبطين الدقيق بتاعنا ومختارين الدقيق المناسب للعجن او للمعجنات بتاعتنا دي بيكون افضل بكتير. وده بنعمله ازاي؟ زي ما قلت في بداية الفيديو ان احنا بنختار نسبة البروتين بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. بصوا انا بختبر العجينة بتاعتي، بنشوف بقى بصمت. بصوا هي كده بصمت يبقى هي تمام. واتاكدت ان كمان ان البصمه مش هتروح مني في الخبز. مادام هي بصمت كده خلاص، هي مادام انا بصمت بيها ورجعت ما راحتش خلاص هي مش هتروح مني في الخبز زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. خلاص احنا بنحطها بقى ببوله كده علشان نبتدي ان احنا نشكل العجينه بتاعتنا. انتوا بقى لموا كل الصواني اللي عندكم في البيت وحضروها، لان العجينه بتاعتنا ما بتخمرش. مهمه جدا وضروري وتعرفوا ان العجين او الكحك على البارد ما بيخمرش. احنا بنشتغله على طول وبنحطه في الصواني ونبتدي نحطه في الفرن. احنا نلم كل الصواني اللي في البيت واللي عند الجيران وكله ونحطها ونبتدي نشكل على طول. نلم بعض كلنا ونشكل، محدش يستنى ويقول لك ترتاح 10 دقايق ترتاح نص ساعة. مفيش الكلام ده. الكحك اللي على البارد العجين ما بيتخمرش خالص. لازم نبقى فاهمين حاجة زي دي. نلم كل حاجة كده ونشتغل فيها على طول. احنا 2 3 في البيت نشتغل في العجين على طول ونبتدي نشكلها. كانت اسهل بالنسبة لي ان انا اكور وبعدين ابصم، لان انا هكور وبعدين كورة وبعدين ابصمها دي كانت بتاخد وقت مني، وانا وقتها كنت لوحدي فكنت لازم اخلص بسرعة. فكانت سهل جدا اني انا اكورها وبعدين ابصمها. زي ما انتم شايفين انا لميت كل الصواني اللي في البيت كل حاجة، يعني ما خليتش في البيت وابتديت اشتغلت فيها. وبصراحة كانت ريحتني جدا، والكحك بتاعي كان طالع ممتاز وريحته حلوة جدا، وكنت مبسوطة جدا وانا بعمله وكنت سعيدة. فيا رب تجربوه انتوا كمان وتبقوا مبسوطين. وانا دخلتها على درجة حرارة 180، الفرن مسخن مسبقا قبلها ب10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. دي دايبة دايبة، مش قادره اوصف لكم بقى ريحتها وطعمها عامله ازاي. ان شاء الله تجربوه وتقولي لي رايكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.
وبكده بقى نكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو. حتى لو احنا بعد العيد نقدر نرجع نفس الطعم والريحة والذكريات الجميلة، وعملنا كمان بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بجد جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو حابين وصفات تانية بنفس البساطة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. وبجد انا سعيدة جدا ان انا عدت التجربة دي تاني، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم يا رب في فيديو جديد، في وصفة جديدة، في تجربة جديدة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.